السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة أو مامة عدي. النهاردة هعمل لكم ريفيو عن خلاط كينوود، وهقول لكم كل المميزات والعيوب اللي واجهتني مع الخلاط ده، وهل أنا حبيته ولا لأ، وسعره كام، وكنت جايباه بكام ومنين، وكل التفاصيل الخاصة بيه. وهعمل لكم في آخر الفيديو ماتشنج مع خلاط مينتا، وهقول لكم يعني استخدامي ليه واستخدام مامتي لخلاط مينتا. ويلا بينا نبدأ الفيديو. هو في البداية في الأول خالص الخلاط ده زي ما انتم شايفين هو كونوود، الموديل بتاعه BL 440. هو بالنسبة لي أنا كنت أو مش أنا يعني اللي كنت جايباه، بس احنا كنا جايبينه من بيتك، كان حوالي ب 800 جنيه. الكلام ده مثلا من 3 سنين. هو دلوقتي بقى خارج الضمان طبعا. زي ما انتوا شايفين كده، انا هقول لكم في الاخر انا حبيته ولا لا. زي ما انتوا شايفين هو الخلاط كان بيتكون من يعني من الدورق نفسه، ومن الموتور نفسه بتاع الخلاط، واللي هي الكبة او المطحنة. الخلاط الدورق بتاعه هو فيه مستويات. زي ما انتوا شايفين كده هو فيه مستويات. اعلى مستوى اللي هو 1500، هو بيبدأ من 300 ملي، 500، 700، 900، 1100، 1300، 1500 ملي. الخلاط نفسه يعتبر الدورق بتاعه يعتبر كبير، يعني مقارنة بالخلاطات اللي هي القديمة او اللي كانت عند اهالينا. اغلبيتها كانت بتبقى 100 ملي. لكن ده يعني يعتبر لتر ونص، فيعتبر يعني بصراحة كبير، وبياخد معايا يعني لو بعمل طماطم او بعمل مثلا عصير او كده، وعندي مثلا ضيوف وعايزة اعمل كمية، فهو بيسعفني بصراحة ان انا مش بعمل الحاجة على مرتين. فبالنسبة لي بصراحة هي الحاجة دي كويسة فيه. هو الدورق زي ما احنا شايفين كده بيتكون من الغطا بتاعه. الغطا ده طبعا احنا ممكن نسقط حاجات فيه، يعني دي بتتفك كده. ممكن انت تسقطي مثلا حاجات وهو اصلا يعني شغال. تمام. الغطا فيه زي لوك كده. طيب. ده الدور اهو نفسه. انا بصراحه مع كتره الاستعمال كنت بلاقي جوه الدور نفسه من جوه فيه زي حاجات كده، طبعا رواسب مطرح الاكل او كده. فعرفت ان الخلاط بيبدا ان هو ممكن تبداي ان انت تفكيه كده من تحت اهو. تمام. عشان تنضفيه كويس. هو كده ده الدرع نفسه هو اتفصل عن الجزء اللي هو فيه السكين. الجزء اللي هو فيه السكين ده زي ما انتم شايفين برضو هو من هنا فيه اللي هو الجلدة دي، أو الجلدة دي بتكون منع لتسريب السوائل. يعني الجلدة دي بتبقى مهمة إن هي مش بتسرب السوائل. تمام. اللي هو ده كده. والجزء اللي تحت طبعا السكينة، انت بتخلي بالك من موضوع السكينة جدا وانت بتغسليها، لأن طبعا ممكن تعورك يعني. تمام. اهو الجزء ده. وفي طبعا اللي هي شايفين الاتنين اللي هو الأحمر اللي جوه ده اللوك بتاعها. هوريكم اللوك ايه هو اللوك وحصل معايا ايه بالظبط. دي اهو بترجع كده مكانها. تمام. بتبقى ليها مكان كده اللي هو بين الابيض ده كده. ده اللي هو بيقفل، وده اللوك بتاعها، ده اللي هو مانع التسريب، وده اللوك بتاعها. طبعا انا برجع الخلاط كده تاني زي ما كان اهو. تمام. لما تيجي تشغليه بتحطي الخلاط كده. طبعا انا اول ما جيت شغلته بصراحه حصل معايا موقف كده، ان انا ما يعني ان احنا قلنا الخلاط اصلا ده بايظ. في اول الجواز ما كنتش عارفه اشغله، لان احنا في العادي بتاعنا ان احنا بنحط الخلاطات بتاعت اهالينا، بنحط الخلاط كده الدورق كده مجرد ما بيقعد خلاص وانتهى، يعني الموضوع انتهى. لكن الخلاط ده كان ما اشتغلش معايا بصراحه. فروحنا بيه للتوكيل، التوكيل قال لا، ان احنا لازم نسمع صوت التكه اللي هي دي. يعني انا كده مثلا ركبته لازم فيه صوت تكه تانية كده اهو. كده صوت التكه اللي هي الاخيره دي. بصوا كده معلش ثانيه واحده اهو. صوت التكه اللي هي دي اهو. اسمعوا كده معايا. دي صوت التكه الاخيره دي عشان تبداي تشغلي الخلاط ويشتغل. يعني لو ما سمعتيش صوت التكه دي يبقى كده هو الخلاط مش هيشتغل معاكي. ده حاجه بتبقى يعني مصممه للامان، عشان مش مجرد ما انت تحطي الشفطه على الخلاط او الدورق على الخلاط ان هو يشتغل. تمام. وطبعا انت عندك اللي هو بيجي معاها طبعا المطحنه دي بصراحه بالنسبه لي يعني ما كانتش برضو احسن حاجه، عشان لما باجي اطحن فيها حاجه بكميه او مثلا نص كميه المطحنه بتطحن لي الجزء اللي هو اللي تحت، يعني اللي هو قريب من السكينه. لو انتوا خدتوا بالكم هتلاقي الجزئيتين دول يعني تقريبا زي بعض. ثواني كده افك دي. يعني لو احنا خدنا بالنا هنلاقي تقريبا هما الاتنين شبه بعض بالظبط. يعني المطحنه هي سكينه الخلاط.
تمام، بنفس حتى اللي هي الجلدة الموجودة اللي هي مصممة لمنع التسريب. تمام. هنا برضو بدخلها كده اهو، بصوا كده معايا اهو، الصوت اهو، ده لازم تسمعي الصوت ده عشان تبدأ ان هي تشتغل معاكي، وبتقفلي اللي هو المطحنة بالطريقة دي، وبتبدأي ان انت تشغلي الخلاط. تمام. بس لما يعني انا بستخدمها بصراحة بتبقى لو بطحن مثلا فلفل اسود او بطحن اي حاجة، بتبقى بتطحن لي الحاجة القريبة، وبضطر ان انا لازم افتحها وان انا اقلب الحاجة اللي فيها، او ارجها مثلا، ارجها كده واقلب الحاجة اللي فيها وارجع اطحن تاني. بتبقى عايزة حاجات بكميات قليلة، ولازم تطحني بيها كذا مرة عشان تطلع الحاجة مظبوطة. هي تقريبا اغلبية المطاحن بنفس القصة يعني، مش كنود بس يعني، عشان ابقى صريحة برضو معاكم. وهي تقريبا كل الشركات نفس الكلام، لاني اشتكيت الشكوى دي لمامتي وقالت لي برضو المرحلة اللي عندها كده. وكان عندنا مونولكس، وكان عندنا بعديها جبنا مينتا اللي هعمل لكم ماتشنج يعني عليه في الفيديو ده، في اخر الفيديو ده. تمام. بصوا كده اللي هو ده يعني اللوك اللي هو ده. طيب انا برضو عايزه اعرفكم على الخلاط ده كده. انا عرفتكم على اللي هي المكونات، فاضل لنا طبعا المكون الرئيسي اللي هو الموتور نفسه. هو بيبقى مستويين طبعا، الزيرو واحد واتنين، ده المستوى الاولاني، ده المستوى التاني. تمام، من غير طبعا ما اشغله. الجزء ده بيبقى عامل زي اللي هو ايه، بيزود معاكي لو انت عاملاها على السرعه الاولى واتكيتي تكه كده، بيزود معاكي الخفق يعني. بيبقى شبه الكبه كده شويه، اللي هو ويفصل ويفصل، اللي هي الجزئيه دي يعني. زرار كده يعني، تقريبا اختصار بلس او حاجه يعني، ان انت او بوش يعني، ان هو بيزوده. هو رمزه اللي هو بي. تمام. ممكن نبقى نبص في الكتالوج بالظبط اختصاره ايه. الجزئيه اللي ورا دي طبعا اكتر حاجه مميزه فيه، ان هو الجزئيه اللي ورا دي ان هو بتخش فيها السلك اهو، السلك اهو. بس يعني ايه، احنا لو مستعجلين بصراحه بيبقى غلبه شويه ان انت تقعدي تدخلي السلك حاجه حاجه وكده، بس هو حلو في موضوع ان هو ما بيعملش معاكي مكان. التفاصيل بتاعته من ورا. هو اصلا هو المفروض ان كينوود ده منتج انجليزي ومصنوع في الصين. تمام. هو مكتوب، هو اصلا كينوود انجليزي، بس هو مصنوع مكتوب عليه هنا ميدل ان تشاينا، ومكتوب عليه الموديل والتفاصيل يعني بتاعت الجهاز. انا حبيت الجهاز ده ولا لا؟ بصراحه انا ما حبيتهوش. انا لما بتكلم عن حاجه انا يعني وبقول رايي فيها، بقول استخدامي انا الشخصي ايه. انا من الناس اللي بحافظ على حاجتي جدا، وبهتم بحاجتي، وبحاول ان انا ما بهدلهاش. فكوني ان انا بقول لكم مثلا ان هي مش كويسه او كده، فدي يعني ايه، حاجه يعني بصراحه تاخدوا بيها شويه، لان انا مش من الناس اللي يعني اللي بستخدم كده اي كلام وخلاص ويلا بينا والدنيا تمام وكده يعني. لا، انا بركز قوي في استخدامي للحاجات اللي انا بستخدمها يعني، وبحافظ على حاجتي وبخاف على حاجتي جدا، وعارفه ان الحاجه دي يعني بفلوس و... وان هي يعني طبعا هتبقى مهمه بالنسبه لي ان انا احافظ عليها، وان الحاجه طبعا بتغلى وكل الكلام ده. طيب انتوا زي ما انتوا شايفين، مش عارفه انتوا هي باينه في الفيديو ولا لا، الخلاط هنا عامل هباب. هو الخلاط بصراحه معايا انا بقاله سنه يعني، انا متجوزه بقالي سنه وشويه. هو الخلاط باظ بعد سنه وشويه من جوازي. انا بقى قبل يعني قبل مثلا ما اكمل السنه كنت بشم ريحه شياط لما انا بستخدم الخلاط. وبعدين في مره يعني اما شميتش ريحه شياط، شفت زي شرز كده من الخلاط. زي ما انتم شايفين اهو، هو فيه هباب كده اهو، تقريبا واضح يعني. شفت شارلز، فطبعا وقفت استخدامي للخلاط، وبلغت يعني جوزي وكده ان هو يروح لشركه كنود وكده. فبلغوهم ان الخلاط نفسه الموتور بتاعه اتحرق. انا معرفش الموتور اتحرق ليه. قالوا له يعني ممكن ان انتوا تكونوا دخلوا ميه، وطبعا ده انا يعني بحافظ جدا على حاجتي، او ان هو استخدام زايد للخلاط. طبعا انا ما بستخدمش اللي هو، مش كل يوم بستخدم الخلاط. انا معرفش بصراحه هو باظ مني ليه. هو دلوقتي شغال بس بيطلع شارز كده يعني من الجزئيه اللي هي اللي تحت دي، فبتعمل طبعا مهما بمسحه بتعمل هباب كده. الهباب ده بيبقى لازق. انا كنت جايبه الخلاط ده زي ما قلت لكم ب 800 جنيه، وكان من بيتك، من فروع بيتك. الضمان بتاعه طبعا خلص. الضمان بتاعه بيكون على العلبه، وانا يعني اول ما هو خلص فانا رميت العلبه خلاص. انا يعني مش مستفاده بالعلبه. آم، كنت عايزه اقول لكم كمان ان هم قالوا لي ان هم هيصلحوا الموتور ب 600 جنيه. فطبعا انا جايباه ب 800 جنيه، واصلح الموتور ب 600 جنيه في نفس الحاجه القديمه اللي هي يعني كبتي وحاجتي وخلاطي وكل حاجتي القديمه. فانا بالنسبه لي ده ما كانش اوبشن. فقلت لا، انا هخليني بستخدم الخلاط ده لغايه لما يبوظ خالص يعني، واخلي بالي طبعا ان هو ما يكهربنيش والحاجات دي كلها. ولما يبوظ يعني هشتري حاجه تانية. بس انا بصراحه مع اني جايبه
الكبه كنود وجايبه المضرب البيت كنود وكويسين معايا بصراحه، ما واجهتش معاهم اي مشكله. هعمل لكم ريفيوهات عنهم. بس خلاط كنود تاني بصراحه تجربتي كانت سيئه معاه ومش هشتريه تاني، ولو اشتريت يعني هشتري اي نوع تاني. ولو انتي جربتي نوع لخلاط بليز اكتبولي في الكومنتات النوع اللي انتوا جربتوه وفضل معاكم فتره طويله. ايوه، وزي ما انا قلت لكم ان انا بعمل لكم ماتشنج على الخلاط اللي هو بتاع مينتا. ده الخلاط بتاع مينتا. زي ما انتم شايفين كده، هو الدورق بتاعه لتر ونص. هو الدورق بس كنا مستخدمينه فلسه غسلاه. هو لتر ونص زي دورق كنود. تمام. هو اهو من جوه السلاح بتاعه. او يعني تقريبا قريبين من بعض، بس انا بصراحه حاسه ان كنود افضل في من حيث الماتيريال. حاسه ان هنا دي اخف شويه، البلاستيك بتاعها اخف شويه، مكتوب عليه برضو مينتا. ده الموتور نفسه هو فيه سرعة واحدة. تمام، مش سرعتين، هو سرعة واحدة. التاني كان سرعتين، وكان فيه زرار اللي هو البي اللي هو البوش او البلاس ده اللي هو بيزود الضغط. هو هنا المفروض ان انا مسحته. لما مسحته انا مسحاه بمنديل عادي يعني مبلول شوية، فالاسم بتاع اللي هو المينتا راح. واضح ان الاسم مش بيز. هو الجهاز نفسه مكتوب عليه مينتا بلندر تايب بي ال 100 1251 بي. ده تقريبا الموديل بتاعه. هو زي ما احنا شايفين كده، هو 500 واط ومصنوع في مصر، وان هو يعني بيقولي ان هو مترخص. وهو مينتا موديل فرنساوي اللي هو طبعا اللي هو الشكل بتاع مونوليكس، او كان هو ومونوليكس كانوا شركة واحدة وانفصلوا وبقت مينتا بتعمل في مصر. هو بيجي معاه مطحنة ومبشرة. دي المبشرة زي ما احنا شايفين، هي مامتي ما استخدمتهاش. هو الجهاز ده بصراحة مش بتاعي، هو بتاع مامتي. بس انا بامانه حاسه ان الماتيريالز بتاعته او البلاستيك بتاعته اضعف من كنود، على الرغم ان انا يعني كنود مش عاجبني بسبب ان الموتور بتاعه اتحرق بسرعه. ما يعني انا فعلا ما كنتش اعرف ايه السبب ولا ليه حصل معايا كده. بس انا حاسه ان ده الماتيريال بتاعه يعني اقل شويه في الجوده. هو بيجي معاه مطحنه ومبشره. انا الجهاز بتاعي كان فيه مطحنه بس ما كانش فيه الجزء اللي هو بتاع المبشره. هي دي المطحنه، هما برضو مستخدمينها زي ما انتوا شايفين. انا شايفه ان في علامات كده فيه. هو في اجزاء طبعا مبلوله عشان هما كانوا مستخدمينها، وفي من جزء من هنا تحس ان هو البلاستيك متاكل شويه. تقريبا كانوا طاحنين فلفل اسود والبلاستيك متاكل شويه. يعني علامات دي مش حاجه بتروح، او مش يعني مش علامات من الطحن. لا، ده هو زي ما انتي بتبقي مثلا حاطه حاجه فيها فلفل اسود في بلاستيك او كده، فالفلفل الاسود اصلا بيبقى حامي، فهي بتاكل شويه اللي هو الجهاز نفسه. هي مامتي وضحت لي ان هي ما عندهاش مشكله فيه، او ان هي استخدمت الجهاز ما فيش فيه مشكله. بس بصراحه انا الخامه نفسها مش عاجبني. ممكن يكون الجهاز نفسه كويس بس الخامه نفسها مش عاجبني. دي العلبه بتاعته. هي كانت جايباه من نون. انا كنت طالبه لها من نون. كان عامل 400 وحوالي 480 جنيه. زي ما انتم شايفين اهو، الوعاء 1.5 لتر. 500 ميانتا اللي هي 500 واط. الخلاط نفسه فيه مطحنه وفيه مقشره. هو ميانتا هو بضمان بوري. تقريبا هنا مكتوب هو بوري، معروف في الضمان. هي بصراحة هي ميزتها، هي دي شهادة الضمان بتاعتها، طبعا صنع في مصر زي ما احنا شايفين كده، التفاصيل بتاعتها كلها. ده الموديل برضو الموجود تحت ده الموديل بتاع الجهاز. بضمان بوري. تمام. هو في ناس كتير بتحب ميانتا. انا يعني هو اللي خلاها تطلب الجهاز ده ان هي كان عندها مونوليكس اصلا، ووالدي بيحب الميانتا. بس انا بصراحة يعني خامته مش عجباني يعني قوي. بس انا شايفة ان اللون بتاعه طبعا مميز، لان اللون الاسود ده مش بيبان فيه اي حاجة مثلا، لان المطبخ ساعات بيبقى الدنيا يعني الخلاطات والحاجات دي بتتمرمط بسرعة. فانا شايفة ان هو محافظ على شكله، ان هو مش مبين فيه اي يعني، ولا بيصفر زي الابيض، ولا بيبان فيه يعني ان هو متمرمط بسهولة. ده كان رأيي في خلاط مينتا. بالنسبة للاستخدام هو كويس يعني. من رأي مامتي ان هو استخدامها كويس، ما عندهاش مشكلة في الاستخدام. بس انا الماتيريالز بصراحة مش عاجباني قوي. كده انا عملت لكم الخلاط المينتا وعملت لكم الخلاط الكنود ودي كل التفاصيل اللي انا بقدمها لكم. وزي ما قلت لكم لو انتوا استخدمتوا
خلاط كويس وترشحوا لي حاجة كويسة تستخدموها بعيد طبعًا عن ماركة كنود، لإني بصراحة يعني لمّا باستخدم حاجة وبتطلع مثلًا تبوظ معايا أو إن أنا باحافظ عليها وبتبوظ معايا بصراحة بيبقى ما بتعجبنيش يعني الحاجة دي، وبابقى حابة إن أنا ما أكررهاش تاني. وميرسي ليكم ولوقتكم، ويا ريت أكون فدتكم، وshare للفيديو لأي حد حابب إن هو يعرف معلومات عن الخلاط ده، وشكرًا ليكم.